بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بكم تاني بعد غياب 10 أيام في الاستوديو التحليلي بتاعنا. عايز معلش أدي نبذة مختصرة عن قصة البرنامج اللي أنا عامله ده. أنا قررت أعمل البرنامج ده اللي هو تحليل للدوري المصري، وسميت البرنامج حواديت الدوري المصري، لأن احنا عندنا كل يوم حكاية في الدوري المصري. أنا انتمائي أهلاوي من أنا وصغير، عندي 5 سنين كنت باخد المصروف وأجيب بيه مجلة النادي الأهلي وأقراها من الجلفة للجلفة. يعني أنا الأهلي زي ما قلت في فيديوهات قبل كده بيجري في دمي. كنت بقعد قدام ماتش الأهلي، بالنسبة لي متعة الدنيا والآخرة. يعني متعة الدنيا إن أقعد قدام ماتش الأهلي. فأي حد زملكاوي بيشوفني ما يزعلش من الكلام اللي أنا بقوله. أنا بحب الزمالك برضه، فريق مصري، فريق قوي وكل حاجة، بس الأهلي رقم واحد. الزمالك معلش ده منافس لينا، هم من أفضل فريقين عربيين الأهلي والزمالك. في جماعة أصحابي قبلوني، لأن أنا لي 10 أيام ما عملتش استوديو، حللتش. كان في كل ما أطلع وأتكلم قبل ماتش الأهلي أو قبل ماتش الزمالك كانت الحمد لله النتيجة اللي أنا بقولها بتحصل، فوز الأهلي أو خسارة الزمالك أو تعادل الزمالك. فقالوا لي إحنا بنتفائل بيك، إن أنت لما تطلع الأهلي بتتكلم على الأهلي والزمالك بيحصل زي ما أنت بتقول. الأسبوع ده سبحان الله ما طلعتش، الزمالك فاز. يعني أنا وشي وحش على الزمالك، كل ما أقول الزمالك بتغلب. أنا الأسبوع دواتي ما طلعتش، فالزمالك سبحان الله فاز. معانا الأسبوع دواتي بعض المواضيع الرياضية. أول موضوع أحمد القندوسي لاعب الجزائر. اللاعب ده لاعب جامد، بيلعب ممكن مركز 6 أو مركز 8. لاعب مهم جدا للنادي الأهلي. الكلام كان طالع على إن الأهلي دخل في الصفقة دياتي عشان خاطر يكيد في الزمالك. كلام مش صح تماما. الأهلي محتاج المركز ده جدا، لأن احنا عندنا ديانج احتمال كبير يطلع يتباع، عندنا السولية بيكبر في السن، اللاعب الجامد حمدي فتحي اصاباته كتير. فاحنا بنقول ان اللاعب ده مهم خالص لنا. على فكره احمد القندوسي ممكن يلعب مكان قفشه، يعني ممكن يلعب صانع العاب. لاعب يعني بالنسبه للدوري المصري لاعب جامد وتقيل، ومبلغ اللي دفع فيه مش حاجه. مفيش حاجه اسمها ان الاهلي جاب اي لاعب وخلاص، لا، الاهلي ما جابش اي لاعب وخلاص. الاهلي ما جابش اللاعب دواتي قصدا في الزمالك او خطفه من الزمالك. لا، الاهلي محتاج اللاعب ده، فالاهلي جاب اللاعب ده لانه محتاجه. مبروك لينا احمد القندوسي. الاهلي هيلاعب اوكلاند سيتي ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 9. احنا في تاريخنا لعبنا الفريق ده مرة واحدة في 2006 ايام مانويل جوزيه وغلبناهم 2-0. اديكم بشارة ان شاء الله باذن الله هنتقابل بعد الماتش ده في جيبنا الصغير. خلصت كده. الموضوع الثاني احمد بالحاج لاعب اسوان. اللاعب ده الجامد كان نفسه يجي الاهلي، بس الزمالك خطفه، اخذوا الزمالك 6 شهور اعارة قابلة للتجديد او بنية التجديد. لاعب الزمالك امام عاشور، مبروك انتقاله او سفره تقريبا هينتقل لفريق الماني. لاعب صراحه جامد. هيملى خزينه الزمالك تقريبا. أنا سمعت الرقم 105 مليون. فمبروك للزمالك، خزينته هتتملي فلوس من بيع امام عاشور، يقدروا يشتروا مكانه لاعب او 2 أو 3 عادي خالص. الموضوع المهم موضوع مرتضى منصور. طبعا سمعنا بان هو حساباته على الفيس او تويتر في بعض كده الكلام حذفوها. هو بصراحة موضوع احمد القندوسي يتكلم فيه جامد، وشتم في الاهلي وشتم في الخطيب.
فهو يستاهل ان هو يتحذف له، لانه لازم يبقى في وقفة ضد اللي بيحصل ده، اللخبطة الرياضية، ان احنا نقول ان الاهلي بيعمل فتنة بخطف اللعيبة والكلام الكبير اللي بيتقال ده ما ينفعش خالص. الزمالك طبعا فاز على فيوتشر. شيفو او لاعب الزمالك عبد الشافي لاعب جامد، عمل شغل حلو في الماتش ده، كان يستاهل نجم المباراة مش الجزيري. طبعا الجزيري عشان جاب جونين اخذ نجم المباراة، لكن والله عبد الشافي لاعب جامد، لاعب يعشقه كل اهلاوي وكل زملكاوي، زي لعيبه كتير في الزمالك، زي فاروق جعفر، زي حسن شحاته، زي تريكا، زي الخطيب. دي ناس ما لا غبار عليه. الحاجه اللي بعد كده ان شاء الله باذن الله الاهلي الساعه 9 هيلعب ماتشه كامل عدد، الحمد لله مفيش اصابات، اللعيبه رجاله كلهم قاعدين، منظر يشرف. باذن الله ناخذ مركز افضل من المركز الثالث. وباذن الله يوم الخميس، يوم الاربع بعد الماتش هنتقابل في استوديو تحليلي تاني، هنتكلم فيه عن المباراة. بإذن الله الأهلي هيلعب لعب جامد، وأوكلاند سيتي في جيبنا الصغير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.